طب يا شباب زي ما انتم شايفين عندنا رفع سرعة فودافون اتصالات وأورنج. عندنا كل الدول، السعودية، العراق، مصر، المغرب، وكل الدول ان شاء الله بإذن الله. تابع بس الفيديو عشان تعرف ازاي تستخدم التطبيق. تمام، رفع سرعة النت بعد انتهاء الباقة وكده. Let's go! طيب يا شباب جينا تاني دلوقتي، بس علمك ازاي تحمل الملف او تحمل التطبيق، علشان في ناس كده متعرفش تحمله. تمام، انت عامة هتلاقي لينك في الوصف، هتلاقي لينك اسمه لينك التحميل. اول ما تضغط عليه، ثواني بس، اول ما تضغط على اللينك يا اسطى هيفتح معاك بالطريقة دي. المهم هيفتح معانا كده ندوس كلوز بالكلمة الحمرا دي، بعد كده يس، تعرفي ان طفلك محتاج بعد كده تدوس علامة الاكس، تروح عامل سكيب، تصبر 45 ثانية دي لما تخلص او لما دي تتم 100 ثانية. بعد كده هندوس هنا، هنطلع فوق شوية وندوس هنا، نحاول من صفحة تانية، ندوس كلوز باللون الأحمر، ندوس يس، تعرفي ان طفلك نفس محتاج الإكس، على الاقل 6 مللي جرام. بعد كده سكيب، نصبر لحد ما دي تتم برضه. الحوار يعني مش هاخد منك كله على بعض 3 دقايق. تمام، تقدر تحمل من موقعنا. كده احنا خلصنا، هندوس على بقى جيت دي، بعد كده اطلع فوق شوية، جيت لينك. هنا بقى يقولك تصبر 15 ثانية يا اسطى. الأول هندوس على كلمة كلوز دي اللي بالأحمر. تمام، لك شاهد إعلان، دوس شاهد. تعرفي ان طفلك محتاج على بعد كده الاقل دوس 6. علامة الإكس، بعد كده سكيب. تمام، نصبر 15 ثانية دي لما تخلص. ما تدوسش يا اسطى في أي حتة عشان ما يدخلكش على الإعلانات. لو دخلت في أي حتة هترجع خطوة لورا كده زي ما أنا مرجع. تمام، لو جابلك إعلان زي دوس علامة الإكس، انزل تحت دوس على نكست، بعد كده نكست اللي هي دي. تمام، بعد كده كلوز اللي بالأحمر. لو دخلك على حاجة كده ارجع خطوة لورا. تمام، كلوز. يا اسطى هنعمل زي يا اسطى، يعني هي مش حوار، انت بس اعمل زيي. تمام، مش هتعرف تحمل الملف، لان انت لو معملتش كده مش هتعرف تحمل الملف خالص اصلا. ودي طريقة التحميل بتاع موقعنا. تمام، هنصبر لنا 10 ثواني، بعد كده انزل تحت نكست. لو زي ما قلت لك، لو عملت صفحة معاك كده، يا اما تضغط ان هو عشان ترجع خطوة ورا، يا اما تعمل كده وهيرجع خطوة ورا. دوس تاني نكست، اطلع فوق شوية، دوس نكست. بعد كده هندوس على متابعة، تروح راجع خطوة لورا، بعد كده يحولك على تحميل التطبيق. تمام، ممكن يحولك التحميل من هنا، يحولك من أي حتة، مش مشكلة. دلوقتي هنخش على التطبيق. تمام، هيفتح معانا بالشكل ده كده. أول حاجة بس عندنا دي السيرفرات عامة، ده على حسب الدول. تمام، أنا بفضل أختار أمريكا، نيويورك، عشان البنج فيها بيبقى كويس. نيجي هنا تختار يا اسطى على حسب الراوتر بتاعك، بس لازم نسطا الباقة تكون منتهية. طبعا اتصالات، أنا الباقة بتاعتي لسه منتهتش، بس انا بشرح لك الفيديو ده لان الملفات الكونفينك اللي فيها لسه يعني لسه شغالة اصلا، انت فاهم. فانت الحق قبل ما يحصل اي تغيير او قبل ما الضغط ما يزيد عليها، عشان تعرف تستخدم، وان شاء الله كلها شغالة معاك وعن تجربة. تمام، يعني انا واخد الكلام ده كله عن تجربة. زي ما انت شايف انا معايا لسه 150 جيجا في الباقة. تمام، فانا بشرح البرنامج عن تجربة وعن ناس مستخدمة. تمام، زي ما انت شايف بتختار السرعة بتاع الخط بتاعك وكده، اعمل مثلا اتصالات. تمام، بعد ما بتختارها بتدوس كونكت، عجبتك حاجة تصبر الاعلان. سيبها واشتريها بعدين على ابلكيشن. تمام، بعد كده بندوس على edit دي، بعد كده بندوس edit تاني، بنصبر ثانية، بنصبر لحد ما نخلص الاعلان ده برضو.
وكده الإعلان خلص عند سلامة الإكس. تمام، وكده احنا اشتغل معانا تطبيق بنجاح. نبدأ بقى نطلع احنا مثلا أصلا على 6 ميجا كويسة. تمام، ودخلنا على اليوتيوب. على فكرة أنا هديك حاجة بترفع الباقة من 200 كيلو بايت، على حسب بقى الخط بتاعك يقدر يستحمل قد كيف. تمام، زي ما انت شايف هي شغالة كويسة. هتقولي انت عشان معاك نت، هقولك عامة هو انت لو بتشغل أو بتشغل في بين بتاع الموقع ده ومشغل كونفينج، النت اللي معايا يعتبر ملوش أي عازة. تمام، فأنا بتكلم عن تجربة. هي السرعة، هي النت بيبقى موجود تمام، ما قلتش حاجة، بس السرعة بتختلف خالص. تمام، فأنا هوقف. المهم انت جرب واستخدم زي ما انت شفت. هوريك دلوقتي حاجة برضو. تمام، ثواني. عندنا يا اسطى ده في مصر اهو. تمام، ده مثلا عندك لرفع البنج اهو للسيرفرات معينة، ولتغيير السيرفر في واتساب او الفيسبوك، انت فاهم، وللتيك توك برضو، بابجي وفري فاير. عندك يعني تغيير السيرفرات. وعندك هنا الوي والاورنج والاتصالات. وعندك هنا برضو للسعودية والعراق والمغرب، انت فاهم، وسيرفرات يوتيوب، ويعني ويعتبر جميع الدول. تمام، زي ما انت شايف. والامارات باين دي، السنغال او كينيا، مش فاكر او مش عارف بصراحة. وعندنا برضه سيرفرات تخص جوجل يعني. تمام، فالتطبيق ممتاز. فانت جرب، وان حصل معاك اي مشكلة في السيرفر، يعني مثلا لو شغلت دلوقتي وحصل معاك اي مشكلة، كل اللي عليك انت تطلع تعمل مسح بس التطبيق وتشغله من اول وجديد. والافضل برضه انت ممكن تعمل وضع طيران، وبعد ما تتصل وتشغل السيرفر تروح مشغل وضع الطيران تاني. تمام، وبس كده يا اخواتي، سلام.